مش عارف علاء صادق عايز ايه من نادي الزمالك. تعالوا اتفرجوا على الفيديو ده وقولوا لي الراجل ده ماله بنادي الزمالك. 76 الزمالك انسحب من كاس مصر بعد ما اتحاد الكره قرر ان الزمالك خسران من المحله. راح اتحاد الزمالك قال لك طب انا مش لاعب الكاس. عارفين مين اللي كسب كاس مصر 1977 السنه اللي وراها على طول؟ الزمالك، اللي هو كان المفروض باللائحه ما يلعبش. انما اللائحه ما تطبقش على الزمالك، تطبق على الاهلي بس. الاهلي ما يقدرش يكسب كاس الرابطه اللي بيلعبها بالاشبال لان نهائياتها معموله والاهلي في كاس العالم. طب ازاي تعملوا بطوله بالشكل ده؟ ولا يفرق معاهم. والاهلي مش هيكسب الدوري بعد ما عملوا مع بيراميدز كل حاجه. وايهاب الكومي فضحهم فضيحه بجلاجل بلسانه على الهواء، وكان عضو اتحاد كوره وقال كده كل شيء بيترتب لبيراميدز. ومن ساعتها يا عيني قطعوا رجله وبيقطعوا لسانه دلوقتي كمان وسجنوه في بيته، وبكره هيقطعوا رزقه كمان. اوعى تفتكر ان الموضوع مجرد مباراة اهلي وزمالك ولا حكام اجانب وجايبين الرابطة دي. اتعملت الرابطة دي عشان تبقى عصاية يضربوا بيها بس الاهلي. الرابطة دي فاكرين لما عملت جدول شيطاني ضد النادي الاهلي عشان يخسر 2 دوري؟ فاكرينه طبعا. فاكرين الرابطة دي اللي عندها كل الصلاحيات ما رضيش تأجل ماتش الاهلي والزمالك؟ ما رضيش تأجله حتى ساعتين عشان الحكام السعوديين. كل الرابطة دي هي اللي عملت القرعة